طيب مساء الخير عليكم، مساء الخير على الحضور كلهم. طبعا انا متابع في الفترات يا طقع يا طقع يا طيب انا متابع متابع انا اصلا ما قاعد احب المداخلات، ما قاعد احب المداخلات، لكن انا ظللت متابع في الفتره اللي فاتت كميه الهراء اللي بيضخ في اذهان الطلاب من المكان ده، ودي حاجه دي انا بعتبرها مسؤوليه اخلاقيه تجاهي انا بالذات، انه انا ده اصحح او انا احاول اضحض التجهيل اللي بتمارسه الجماعات دي. طيب انا حابدا للجذر بتاع الجماعات دي ذاتها. الجماعات دي يا جماعه يعني عشان نكون واضحين، الجماعات دي ظلت طوال تاريخها وفي تكوينها تكونت المخابرات البريطانيه. الجماعات دي كونت المخابرات البريطانيه في كتاب انا عندي في الغرفه هنا اسمه رسائل هنفر، رسائل مذكرات هنفر بالضبط عندي هنا في الغرفه. ممكن اسي عبد الله ده ذاته، عبد الله اللي قلت زول ده شيوعي، الزول ده مش شيوعي، عبد الله ده زول ما عنده علاقه بالحزب الشيوعي، احتمال يكون عنده ديمان ثانيه، لكن جه هنا داخلك يتكلم عن الماركسيه يتكلم. طيب انا حامشي النقطه اللي قبل يا شباب، الجماعات دي تكونت وظلت ادوات ظلت اداه عشان تكون قاعده وتكون مربوطه بالامبرياليه ذات العالميه وتمارس. ولحد الان شفت السعوديه السعوديه الدوله بشكلها ده مربوطه بالدول دي، ونتاج طبيعي تجد الشكل الجماعات دي وتتمسهر زي داعش وزي غيرها. العالم ده كله سووا الجماعات دي يا سووا المشاكل دي، شغالين يشتروا في السلاح ويدمروا غيره. والله لو جات بلوه في البلد دي والله لا بتجيب الحزب الشيوعي، لا بتجيبها الصوفيه، بتجيبها التدل. طيب يتكلم عن الماركسيه وداري يدحض نظريه هي من اعظم النظريات اللي انتجت البشريه ذاتها طوال التاريخ. الماركسيه دي لما جات ياخدها ده انا شايف النظريه دي هي دي شايفه اسمى فكره لتحرير الانسان ذاته. يعني الاستغلال البؤس الحاجات دي جات الانسان ده ظل مقترب، المال ده جوهر الانسان ذاته، يعني المال ده جوهر الانسان. اللي زول ده الاستغلال والاستبداء، الزول ده لما الطبقات المسيطره تسلب امواله وتشيل حاجاته دي، الانسان ده حيظل بشكله ده ذاته. المغترب ده يا اخي انتوا عاجبكم الاستغلال ده، عاجبكم الاستغلال الطبقي، يا اخي كلامك ده بجيب لك كيس خضار. يا اخي انا بستفيد شنو من كلامك ده ذاته؟ يا اخي انت ما عندك فرق من الكيزان ومن الناس ديل، قاعد هنا في الداخليه بتمارس في تجهيل. يا اخي نحن مشكلتنا صوفيه، مشكلتنا شنو؟ بعدين يا اخي انت بتتكلم عن حاجه ما فاهمه ذاتك. يا اخي انت بتقول ماركسيه تحت جزمتك، الاشتراكيه تحت جزمتك، بتتكلم عن العلمانيه تحت جزمتك. يا اخي دي حاجات جات بعد مجهودات وبعد عصف ذهني. ماركس ده قاعد بيكتب كم 20 سنه في كتاب راس المال، عشان انت تجي تقول لي يا اخي ماركس ده وتلخص له في جملتين تقول لي ماركس ده كافر. يا اخي على الاقل كبر عقلك ده شويه. طيب اتكلم عن فاطمه احمد ابراهيم. انا بقول لك حاجه بسيطه جدا، انت اديني 3 دقائق ثاني. طيب اسمع كلامي يا اخي فاطمه احمد ابراهيم دي اشرف من الدقون الضلاليه دي كلها، والقدمته للسودان ده ما في شيخ سلفي ولا في اي زول قدمته فاطمه احمد ابراهيم. فاطمه احمد ابراهيم في فتره الاستغلال وفي الفتره بتاعت برضه شيوعيه اشرف من الدقنه الشيطانيه البشعه دي. ظلت فاطمه احمد ابراهيم دي اللي قدمته للسودان وقدمته للتعليم وقدمته للجماهير بتاعت الشعب. انتوا قدمتوا شنو غير الهراء ده؟ ما قدمتوا حاجه. يا زول داير اقول لك حاجه بسيطه جدا، يا اخي لو في مشكله في الجامعه دي اللي بيجيف منه يا اخي في الداخليه دي اللي قاعد يجيف منه، بتجيب الحريف في الحزب الشيوعي والجبهه الديمقراطيه طوال التاريخ، والحزب الشيوعي طوال التاريخ
ظل مربوط بالجماهير وظل وقدم شهداء. انتوا في انصار سنه قدم شهيد، انا داير في السودان ده قدمت شنو؟ ما قدمتوا حاجه يا اخي. نحن ديل يا اخي اسمع كلامي، نحن ديل قاعدين في الجامعه دي وبنقدم. وشوف يا حاج انت تكلمت عن قلت ليه يكون في الشيوعيين هنا، يا زول نحن قاعدين في الجامعه دي وبنظل موجودين الى ان يتم تحرير الانسان ذاته. بتجي تعملوا شنو يا اخي؟ يا اخي تضخوا في الجهل وتمشي تشربوا لبن وتاكلوا باسطه يا اخي. يا اخي كفايه يا اخي. يا اخي تعال اتكلمي عن مشاكل الداخليه دي. اسير رسوم ب 700 جنيه، تعال اتكلم لي، لكن انت مركز مع اللبن والباسطه وكاسر حنك الطلبه. يا اخي الجامع ده انا ما عارف. الجامع ده في فتره من الفترات كان الفرش بتاعه وسخان. جو العلمانيين اللي بتقولوا ديل نظفوا الجامع ده. ماذا قدمت جماعه انصار السنه للمسجد؟ ماذا قدمت للمسجد؟ عملت شنو؟ اديني قلت لك 3 قاعد عندي دقيقتين. على الله اديني يا زول. انا والله كلام انا ما يا زول. انت مش انتوا انا زول ديمقراطي، انت قلت بتاع شورى. طيب يا اخي الشورى احسن من الديمقراطيه ذاته. طيب اديني دقيقتين. انا ماذا قدمت؟ ما خلاص انا بسالك مجموعه بتاعت ماذا قدمت الجماعات بتاعت الهوس الديني للطلاب منذ تكوينها؟ ظلت نحن لما نجي نتكلم عن انه الدين في المجتمع ظل مربوط بالطبقات الاجتماعيه وادوات حق السيطره وبتضخ الجماعات دي ذاتها. انتوا اشتغلتوا ندوه في قاعه الصداقه مش كده؟ طيب نحن اتحرمت لنا ندوه انتقام في قاعه الصداقه دي بتفسرها بشنو؟ انت ما خطير بالمناسبه على النظام ده، خطير عليه الحزب الشيوعي البعبع ده وقاعد. طيب نحن هسه لو دارنا نجيب ساوند هنا بخلونا نجيبه ليه؟ لا نحن جبنا ساوند هنا عملنا ندوه احتمال نطلع الطلبه دي كلهم الشارع ونقدم الحاجه دي. ماذا قدمت؟ هسه حاليا في اعتصامات في الكليه وفي مشاكل. ماذا قدمت جماعه الهوس الديني؟ يا اخي انت ما قدر الجبهه الديمقراطيه ولا قدر الحزب الشيوعي ولا قدرنا ذاته. ونحن اللي قدمنا للطلبه ديل، نحن اللي قدمنا الجبهه الديمقراطيه دي كانت قاعده هنا 22 سنه على راس اتحاد الجامعه وقدمته. انت ما بتقدمه وما تحاول تشوه وتضخ الجهل بتاعك ده للطلاب. الطلاب بيثقوا فينا اكثر منك، وظل المجتمع السوداني بيثق في الشيوعي اكثر من رجل الدين. طيب الزول ده طبعا زعلان شديد يا جماعه، والانسان يعني بطبيعته لما يكون غضبان غضب شديد ما بيقدر يركز في الكلمات. اخر كلمه قال الحكومه ما بتديه لانه ممكن يطلع الطلبه الشارع. انت ما تطلع، انت جاي جوا ليه ما تمرق برا؟ اديك حق الركشه؟ امرق يمرق جلدك، امرق يا ناس. الناس دول دارين يمرقوا الشارع صح ولا ما صح؟ الشيوعيين ودارين يسقطوا النظام الحاكم صح ولا ما صح؟ ما مرقت ليه؟ انا ما دار امرق، انت تدردن في صفتك ما مرقت ليه؟ بكيسك ده امرق. عرفتها؟ يا ناس الناس المتناقضين والله انا بستغرب زول يكون قاعد ومشترك الصعود قدر كيس المخده ويقول سنمرق الشارع. انت ما مرقت ليه؟ دي علينا؟ انت دار تمرق الطلبه وانت تكون لابد بعد ما الطلبه يحصل مشاكل ويتعوقوا تيجي تقول ولقد نجحت الثوره وانت قاعد جوا الغرفه، ثورتك جوا الغرفه يا كذاب. بعدين قال ماذا قدمت انصار السنه من الشهداء؟ قال الشيوعيين قدموا الشهداء. يا ناس في شهيد شيوعي؟ من الله خلقكم؟ وهل الشيوعيه تؤمن بالشهاده؟ يا بشر يا ناس، هل الشيوعيين لا قال شهاده بس قال شهيد؟ انا بمسك من كلامه. هو لو غيد ده موضوع ثاني، لكن هو ده قس ما غيده، ده برلون في الشيوعيه جديد. الناس الشيوعيين الكفار الكبار، ما انت صغير ساكت، الكفار الكبار ديك بقول لك شهداء الحركه الطلابيه. ليه؟ عشان ما نمسكهم المسكه دي نقول لك شيوعي ما عنده شهيد. الشهاده دي في الاسلام، احكام في الاسلام في القران، عرفتها؟ كونك تقول شهاده ساي شهداء ساي ما ربطت بحركه طلابيه ده يدل على انك بليد بس. ما في شيوعي شهيد، والشيوعيين بينكروا وجود الله ذاته اللي بيرحم الشهيد. تقول في شيوعي شهيد بعد شويه تقول في شيوعي شهد بدرا وحسن اسلامه يا بليد. وجاي زعلان. شوف من ادبيات النقاش، خلينا اعلمك دقيقه،
من أدبيات النقاش ده المفروض يعلموك له هناك ناس. نقعد ما تساوي معلمك إنه لما تخش الركن مناقش ما ترجف، أصبر ما ترجف، هذا عليه شوف صوروا على كم. طيب دي من التكنولوجيا، دي تكنولوجيا أنت ما تخاف منها. طيب شوف من أدبيات النقاش من الفنيات، اكتب فإنه مهم. من أدبيات النقاش إنك لما تخش تناقش تكون رايق. انتوا بتسموها ريلاكس، نحن بنقول رايق. تكون رايق، عرفتها؟ تكون رايق عشان تعرف تضرب وين. لكن لما تكون زعلان ما بتقدر تفكر. دين علمنا لا الرسول، انتم ما علمكم لا نقد. الرسول قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. عبد الله بن عمر قال فتفكرت حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل لا تغضب فوجدت أن الغضب يجمع الشر كله. ده نحن تعلمناه في السنة. انت نقد ما علمك ليه؟ ما تغضب لأنه غضبت فكيت حاجات كثيرة. ديل اثنين بس، ديل اثنين. بعد ده قال الشيوعية أشرف من الدقن. أيوة الدقن حقت من يا طلبة؟ الرسول. ده الشيوعي ده عنده الشيوعية أشرف من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. عرفت كلامي؟ الدقن دي حقت الرسول صلى الله عليه وسلم. بعدين انت كونه يقول لك رسول ونقول لك ربنا كلام ده انت ما مقتنع به وانا عارفك. لكن الدقن دي كانت عم منو؟ عم ماركس. وماركس ده شيخ الشيوعية، فلا يمكن الشيوعية تكون أشرف من دقن ماركس. لا يمكن يا بابا. انت مركز. شاي سادة كان في معه حاجة ولا تاني؟ خليه اقعد جيبوا له بسطة عليكم. طيب الواد ده قال نحن بريطانيين. قال نحن بريطانيين يا ناس، نحن بريطانيين كده. نحن نقول كلنا بريطاني. وين ابو بكر اداب؟ هسه ابو بكر اداب ده بريطاني؟ انت ما شفت ابو بكر اداب؟ ده بريطاني هسه البريطاني ابو بكر اداب ولا انت كده جيبوا جنب بعضنا. قال الدليل في الغرفه، قال في كتاب. انا في الغرفه برضه في مكتبه. هسه ده دليل في الغرفه في كتاب. يا ناس والله المستوى بتاع النقاش مع الشيوعيين والملاحده ديل مستوى ليق والله، مستوى رابطه يا اخي. الناس ديل ناس تعبانين والله. وبعد يقول لك الشعب السوداني بيثق في الشيوعيه. ديل سودانيين ولا بريطانيين برضه الطلبه ديل؟ ما نحن. انتوا بريطانيين ولا سودانيين؟ اختبروا كده بتثقوا في الشيوعيه اكثر ولا في الاسلام؟ في داعي زي ده هسه؟ في داعي تهبل بنفسك كده يا اخي؟ وانا بشعر يا بشعر ده انت قلت له خش. اللجنه المركزيه قالت له خش. والثاني ابو قميص اخضر ده قلت له خش. الواد ده جنبه ده ليه قلت له خش؟ الواد ده تعبان يا اخي، مستواه مدني والله، مستواه مدني شديد. اذا ده انت بتعتبر ده مستوى الشيوعيه، دي مشكله كبيره. طيب بعدين قال هاي ما لازم، ما هو كلام الفاضي انت در تسخر من الدين، نحن بنوريك السخريه ذاته. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. فهمت ولا ما فهمت؟ طيب والله هسه قبيل الطالب الدخل سال سؤال عن الدين، جاوبنا له بادب ولا ما جاوبنا له؟ لكن تخش تقيل ادبك على الدين بنجمك نجام، ولسه النجام جايك ورا. طيب قال الشيوعيه اشرف من الدين. والله دي حرقاني. حديث البخاري رقم 760 عن عثمان بن موهب قال سألنا خبابا رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالظهر والعصر؟ لأنه سرية كيف تعرفوا يقرأ؟ قال نعم. قال كيف كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته من ورائه. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنه لحيته كانت من المنكب إلى المنكب. ويروى عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا حلفت قالت والذي زين الرجال باللحى. ويروى عن ملائكة الرحمن أنهم كانوا إذا سبحوا قالوا سبحان الذي زين الرجال باللحى. أنت جاي تقول الشيوعية أشرف من اللحية؟ يا كذاب. عرفته؟ قال عنده كتاب في الغرفة. قال الكتاب ده شنو يا ود؟ قال ألفه، قال اسمه مذكرات مستر هانفر. أيوة. طيب بالعقل أنتوا مش بتقولوا أنتوا ناس العقل كده؟ عقلك ده جيبه خدته هنا نناقشك بالعقل يا ناس. هانفر ده كافر وذاته قال يهودي بريطاني. طيب يهودي بريطاني يعني عدو للمسلمين، انت تجيب كلام الاعداء وتحاكمنا به. شهاب من الصباح
يجيب لك كلام ماركس وإنجلس ولينين، كتاب دور العمل في تحول القرد إلى إنسان صفحة 7 8، كتاب الاشتراكية الطوباوية والاشتراكية العلمية الصفحة كذا، كتاب ضد دوهرنج عرفته صفحة كذا وصفحة كذا وصفحة كذا، كلام من كتبك يحاكمك بها. وأنا جبت لك كلام فاطمة إبراهيم شيختك ذات أرجل راجل عندكم صحيح. أنت تقول دار تحاكمني بكلام عدو لي، تقول لي في يهودي اسمه مستر هنفر قال انتوا كعبين عشان كده كلام اليهودي صح. اول شيء كلامك ده غلط لانه ممكن تحاكمني بكلام عدوي فيه. واحد. اثنين، ده يدل انك بتاخذ دينك ومعلوماتك من اليهود، صحيح ولا ما صحيح؟ ايوه، لانه كلام الله وكلام الرسول في الدين ما صدقته، مش اصدق كلامه. مستر هنفر اليهودي قاعد وين؟ جوا الغرفه. انت عارف مستر هنفر اذا جينا ذاته بنجغين باذن الله عز وجل، مش انت ترجف يا اخي كلك كده زي الجلي يا اخي. طيب انت عارف الجلي ده انا بحبه شديد والله، لكن من رجفانك زي رجفان الجلي تاني حرمته على ما باكله خلاص، حرمته دي كبيره ما باكله. طيب قال السعوديه، انا ما نقطه ما بخليك، انا قلت ليه خش براك دقستك. قال السعوديه قالوا ما السعوديه في عقال هنا ما في. قلت لك ايش لونك؟ ايش تبغى؟ ما قلت يا جماعه يا اخي انا سوداني يا اخي 100% زيك، لكن انت شيوعي وانا سني على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. دي والله بفتخر بها وقاعد اسرحها كل مره في اليوم. كم مره؟ ريت لانه ده الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمع، نحن ما سعوديين، لكن السؤال اللي بيطرح نفسه لأي صوفي وأي شيوعي وأي ملحد وأي علماني بس بيخش لنا نحن بيسب السعودية، لأنه هناك في حدود إسلامية فيها قطع رقاب. قلت كفر بيجيبوك أرقد شاك بيقطعوا راسك. عرفت كلامي؟ وبعد ده ما معصومين السعوديين، ما معصومين، بيخطئوا وبيصيبوا، لكن مطبقين حدود ربنا. دي أمير من أمر الأسرة المالكة قطعوا رقبته ولا ما قطعوا؟ قريبات دي قطعوا، انت باقي لك ما كان بيقطعوا رقبتك ويضنينك؟ انت بيبي تسخر من الدين وتسخر من اللحية التي كانت عند رسول الله والتي أمر بها رسول الله والتي فعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. جاي تقول الشيوعية أحسن من الدين وزعلان وترجف كده. عرفت؟ بردان، والمسلمين دول ما بردانين ليه؟ دول شادين حيلهم، لكن انت ما معروف قوتك ذهبت وين. المهم انا ما قلت ما معروف. طيب قال داعش اتحداك يا شيوعي، اتحداك. ما انت ما تبقى كذاب، شيوعي وكذاب زفت وطين الاثنين، واحده خليها واحده. يا شيوعي داعش دي والطلبه دي كلهم يشهد، العالم كله يشهد لما كانت قويه وبتطبح في المسلمين. منو في البلد اللي قام عنها محاضرة وحذر من داعش وطعن في داعش والناس خايفين؟ شيخ بتاع انصار سنة دكتور كبير في كسلة في محاضرة قال لي ما رأيك في داعش؟ الجماعة الوقت ده بيضبحوا. قال السؤال ده خلوه. منو الوقت داك اللي اتكلم في داعش وقال داعش على باطل والمحاضرة موجودة الآن بمئات الآلاف مشاهداتها موجودة؟ منو؟ هل انت؟ لا مش انا باسمي، اخواننا ديل. هل انت يا شيوعي تتكلم عن داعش؟ تقدر؟ ما قدرت تتكلم عن داعش الا بعد ما ماتت. عرفت كلامي؟ نحن تكلمنا عنها لما كانت حيه وضربوا لي تليفون قال لي جايين نقتلك في الشجره، طلعت الشارع قلت لهم تعالوا ما اجوا. انت من الرجال اللي بيتكلموا، انت ما قادر تجيب على حيلك تتكلم داعش يا مولانا. انت بترجف كلك داعش شنو يا شيخ؟ ديك والله مش يقطعوا رقبتك، ديك بيقطعوا حاجات كثيره جدا. طيب قال الاثنين والنغر، قال من اعظم النظريات، النظريه الماركسيه ده. وبعد ذاك قال اخطر حاجه انتجتها البشريه، مش هو كده؟ واعظم النظريات في الوجود. الشغل ما رجاله، الشغل بالراحه، نقاش علمي. مش اعظم نظريه سوى شنو؟ ولا ما كده يا جماعه؟ ما هي اعظم نظريه واخطر نظريه واعظم حاجه في الوجود زي ما قال. نحن عندنا اعظم حاجه القران، انتوا عندكم نظرياتكم دي، صحيح ولا ما صحيح؟
طيب نناقش كده بالعقل بتاعك انت، عقولنا خليه، عقل المسلمين ده كله خليه برا، انت بس عقلك سوت شنو النظريه، اخطر نظريه دي سوت شنو؟ انت جزير زير كيس دكوه انت، والله بكلمك جد يا ناس، ما الكلام ما يبقى رجاله، الزول ده بس بيتكلم. اخطر نظريه سوت شنو؟ النظريه دي سوت شنو؟ ما فشلت في الاتحاد السوفيتي في محل امه ذاته؟ طيب جاي انت ده كحزب شيوعي فرتكتوا بقيتوا كم؟ النظريه دي ما لمتكم ليه؟ الشيوعيين كانوا واحد، طلع منهم حق بتاع الحاج وراك، وحق بقت حقين، والله ولا انا كذاب. حركه القوه الديمقراطيه الجديده انبثق منها حركه القوه الديمقراطيه الحديثه، بقوا اثنين. وحركه القوه الديمقراطيه الجديده وحركه القوه الديمقراطيه الحديثه، الاثنين دول مرقوا من الشيوعيه، بقوا كم؟ 3. وانتوا قسموا تقسمين. النظريه دي ما قدرت تلمكم، انتوا تلم العالم. انتوا سقطتوا الان وشابكني، انتجت اكثر نظريه، انتجت زي نوعك ده، ولدتك انت، فبئس المولود، عرفتها؟ ولدتك انت يا ناس. النظريه دي سوت شنو؟ معلش يا جماعه والله الكلام ده حق. سوت شنو؟ ولي فارتقتكم انتوا، فرقت الدوله حقتكم انتهت منها وانتهيتوا، وشابكني الشعب السوداني كله يسخ. انتوا كم؟ وينهم انتوا ذاتكم؟ انت اللي خاشي. قال الشيوعيه قال اقوى منك وبتاع. طيب لو اقوى منك ما بتخش على هنا، بتعمل منبر موازي وتسوق النازل، صحيح ولا ما صحيح يا طلبه؟ ليه اضطريت تخش؟ الشيوعيين بالمناسبه اكثر ناس ما بيحبوا يخشوا عشان ما يقووا منابر الغير، لكن لما لقيت الطلب المنبر ده قوي بفضل الله اولا، ثم الطلبه ده كلهم، الطلبه ده كلهم واقفين في البرد ده، واحد بيرجي ما في الا انت، عرفت كلامي؟ قاعدين يحضروا، صحيح ولا ما صحيح؟ اتغصت هسه خشيتوا 4 شيوعيين، وفي 4 برا برضه رافعين يدينهم داري يخشوا. معناته شنو؟ معناته القرآن ده هو المؤثر مش النظرية، السنة هي المؤثرة. جوا عينك دار تستعبل علينا نظرية قوية، ما قوية بكم يعني؟ ما في حاجة يا شيخ، ما بأي نظرية، في قرآن في سنة، ده اللي بيصلح الدنيا، ده اللي بيصلح الدين. والآيات دي بنقرأ لك والله تقرع قلبك وذهنك قرع. ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ده الدين، وده اللي بيصلح الدنيا، وده اللي بيصلح الاقتصاد. عشان كده عمر بن الخطاب قال نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين الإسلام، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. المشكلة الكبيرة ما في ديل انتهوا بدري. المشكلة في الصوفية والله، لأنه ديل كفروا بالدين تب وقالوا الدين ده ما نافع، لكن الصوفية قالوا دين الإسلام وحبابه، لكن قالوا الله عنده شركاء، البرعي والمكاشفي وصايم ديمة والركيني. يا أخي الركيني بتاع الكلاك اللي قال شنو؟ خش النت تلقى الركيني ذاته منزله، قال الرسول جاني ومشى معانا أبو آدم مربع كم؟ مربع 6، قال أكل معي بالتيخة. ده ناس بيدعوا الإسلام الصحيح وهم بريئين جدا، والإسلام الصحيح بريء منهم تماما. ده الأخطر ليه؟ لأنه ديل بيتكلموا باسم الإسلام وباسم الولاية والصلاح والتقوى ونار القرآن، وهم أبعد الناس من القرآن والولاية والصلاح. والله أنا برأي إنه ديل مع إنه ضلالهم أشد بينكر وجود الإله الشيوعيين، لكن خطرهم أقل لأنه ما في عاقل بيتابعكم، وانتوا عارفين المعلومة دي. قول لي كيف إنه ما في عاقل بيتابعكم؟ لا، بدليل انك ما بتقدر تقيم ركن تقول الله ما في كلام ماركس وديني وانجلس، مع انه تؤمن به ايمان قاطع، وقلت هسه النظريه دي ما في زيها، لكن ما بتقدر تصرح به تصريح واضح. ليه؟ لانه ما في عاقل بيقبل كلامكم. الحمار عارف يا الله، الحمار عارف. ربنا قال تسبح له السماوات السبع ومن فيهن والارض، مش كده؟ وتسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالمعلومة دي حمار ما بصدقها، حمار ما بيتابعك بالمناسبة. أولئك كالأنعام بل هم أضل. طيب خلاص، إبليس عارف يا الله، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. ربي عارف يا الله وعارف ربنا الخلق وربنا الرب، ما زي الصوفية البرعي قال غير الله بيخلق.
فعشان كده عشان انتوا عارفين النظريه بتاعتكم دي ما بصدقها عاقل، بتجوا للطلبه توزعوا لهم اشرف مصطفى سيد احمد الداق عامل شعره زيه بشعر، تقالوا عامل زي منه. المهم انجلس ما كان عنده شعر، كان عنده دقن زي سلفاكير. فالمهم انت مربي شعرك زي ده بتترسوا بالفنانين زيكم، توزعوا اشرطتهم. عم عبد الرحيم صلى على عجل، وصلى على عجل ليه؟ حرام باطله. المهم صلى على عجل وتوزعوا لهم اشرطه بتاعت الفنانات الملقطات النساوين ديل، وتجيبوا في الركن بيت تقول لي اقلع الطرحه اربطيها تحت وارفع البتاع شويه، تجروا بعض الطلبه، ما كل الطلبه الافاضل الطيبين، بعض الطلبه اصحاب القلوب المريضه بيجرون بالشهوات، لانه فكرتك ونظريتك دي ما بيقبلوها الطلبه. طالب لو زنى ما ممكن يقول الله ما في، لو شرب خمره ما ممكن يقول زيكم الله ما في. صحيح ولا ما صحيح يا طلبه؟ دي ما بتقدر عليها انت، بتلف يا غادي. اشرف نظريه انكار وجود الله يا بليد. بعد ذاك قال البلد دي بتجهجيها انت. انا ما جهجتها يا ناس، انا حصل قتلت زول نحن كسلفيين؟ ما حصل دعينا لمظاهرات واغتصاب واعتصامات وكسير؟ ما حصل والله. مساكين الله ادانا ايات واحاديث دي زعلانين منا. انت عارف انه من قلبك ليه؟ عشان القران، ما عشان احنا ضعاف يا اخي. عشان القران اللي بيخليك ترجف تقعد وتقوم، ده القران قوي. ربنا قال لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. عرفت كلامي ولا ما عرفت؟ بعد ذاك بعديه قال كلامكم ده كيس خدار ما بجيبه. كلامنا يا جماعه القران والسنه، كلام ده كفر بالله وما بيحتاج لكلام كثير، لكن دارنا نناقشه بالعقل. عقلك ده بس عشان اوريك انه ما عندك حاجه جوا فاضي. عقلك ده بس. كلامك انت ده اللي قلته ده في كيس خضار جا لواحد فيكم؟ في جزر جا؟ جرجير، بطاطس، باميه وانت كلامك ده جاب كيس خضار؟ ما جاب اي حاجه، كلام باطل. وانت بتقولون 200 مين انقرص وسجم رمات؟ مين الوقت ذاك بتقولوا مرورا بفاطمه وهلكت راحت وغيره نقد راح؟ هل كلامكم ده جاب كيس خضار؟ نفسي نظريتك. هل جاب كيس خضار؟ ما جاب كيس خضار. بعد ذاك قال شنو؟ قال دي مشهودات عهود مضت، دي ما مشهودات. إذا بتقصد دين الإسلام ده دين نزل من السماء، إذا بتقصد كلامك أنت ونظرياتك أنت صح، دي مشهودات بتاعت بشر. أما كلامنا ده قال الله وقال الرسول، الآيات والأحاديث اللي بنذكرها دي ما مشهودات. والحمد لله أنت اعترفت إنه شغلكم ده مجهود بشري، ونحن اعترفنا إنه شغلنا ده منهج رباني نزل من السماء. عرفته؟ اللي بيصلح حياته، اللي بيصلح بالعقل برضه كلام ربنا. الخلق الناس زي اللي بيصلحهم، ولا أنت المخلوق ازاي يقدر تصلحهم أكثر من الله؟ بس الموضوع كده عشان ما تلف وتدور كثير. جزاكم الله خير. نلتقي الأربعاء القادم وبارك الله فيكم أجمعين.